يا صباح الفل، اخباركم ايه؟ النهارده عايز اتكلم على منصه اسمها هوك بول. انا جالي رسائل كتير قوي على المنصه دي. المنصه دي للتعدين، المفروض يعني للتعدين والبيتكوين وكده والعملات الرقميه وكده. وجالي رسائل كتير على ان المنصه دي ما بقتش موجوده والموضوع طلع نصب، ويعني ناس كتير قوي فلوسها راحت في المنصه دي. طيب انا لما دورت شوية عرفت ان المنصة دي ابتدت تقريبا في شهر 8 2022، وجايبين اسم من بره اللي هو هوك بول، ودي اصلا شركة امريكاني وكانت شغالة في كندا واستراليا وشغالة في كذا حتة، وهم خدوا الاسم واشتغلوا بيه هنا في مصر. الفكرة كمان هنا في اللي هم عملوه ان الناس يعني اشتغلوا بقى، عملوا سجل تجاري واشتغلوا رسمي، وكان في جروبس على الواتساب. وفي بقى تيم ليدر او واحد ماسك كل جروب بينظم الموضوع، والناس المفروض بتدفع مبالغ عشان تستثمر في موضوع التعدين او البيتكوين او يعني العملات الرقمية. والمفروض الناس كانت بتقول لهم ان المكسب 10% يوميا. يعني انتم متخيلين الرقم رقم كبير وهيطمع اي حد طبعا. وطبعا كانت تحويلات الفلوس كانت بتتم عن طريق المحافظ الإلكترونية اللي هي يعني بيحولوا بأرقام الموبايلات، وتم تحويلات مبالغ كبيرة جدا. يعني تقريبا كمان اللي نزلوا الابليكيشن عشان يخشوا في الموضوع ده، الابليكيشن نازل أكتر من 100 ألف مشترك. فطبعا أكتر من 100 ألف مشترك ده رقم كبير كمستخدمين، ورقم هيترجم لرقم كبير جدا في الفلوس. هما كمان يعني كانوا حابكين الموضوع قوي. يعني في بقى ويب سايت، يعني لو حابب بقى في موقع الكتروني وتدخل عليه وبتاع، وكانوا بقى كمان بيعملوا حفلات كل شهر يتوزع بقى فيها الفلوس ويجيبوا الناس الكسبانه. يعني الموضوع كان ماشي يا باشا، يعني حلاوه بالبقلاوه. لحد ما جه وقت والابلكيشن وقف وما بقاش موجود. حتى انت لو دخلت على الاب ستور وتدور عليه غالبا مش موجود، هم شالوه. وكان ليهم اكونت على التيك توك عاملين عليه، منزلين عليه بقى فيديوهات كتير من الحفلات وبتاع. مسحوا كل الفيديوهات ومش سايبين غير فيديو واحد، اللي انا هحطه لك ده، اللي هو بيشرح ايه هوك بول والدنيا ماشيه ازاي، وبيتكلم عن الشركه بس بصفه عامه. عادة بتبقى فكرة الابليكيشنز اللي من النوع ده بتبقى قايمة يعني، وحصل فيها يعني مش أول مرة تحصل. يعني وايت ساندز حصلت شبهها، وحاجات كتير قوي، في حاجات كتير شبه الموضوع ده بتبقى قايمه على فكره التسويق الهرمي. يعني انت هتخش بقى وتجيب فلان تحتيك وابن خالتك فوقيك ومش عارف مين جنبيك. وعاده اللي بيدخلوا في الاول هم اللي بيكسبوا، وبعدين بيمشي الموضوع على السمعه. وبقى وفلان يدخل فلان لان فلان مش عارف مين كسب، وكله يجيب بعضه. وفي النهايه هم دول بيلبسوا طاقية ده لطاقية ده. يعني الناس اللي بتخش جديدة بيدوا للقدام فلوسهم عشان تفضل المواضيع دايرة لحد مرحلة معينة، وبيجي بعد كده الموضوع بيقف. في النهاية أنا عارف إن الناس يعني يعني حالتنا كلنا، الظروف الاقتصادية مش أحسن حاجة، وده علينا كلنا. يعني ما فيش حد أحسن من حد. بس يعني بلاش الجري ورا القصة دي قوي والربح السريع. يعني اجري ورا ان انت تستثمر او تشغل فلوسك مهما كانت ايا كان حجمها. بس بلاش الحاجات اللي هي السريعة قوي دي والربح، ويقول لك انا هضرب لك فلوسك في 4 وهضرب لك فلوسك في 5. لان هو الموضوع بيبقى قايم على التطميع، وغالبا في اخرها بنلبس في حيط. فانت عشان تخش في حاجه زي دي، يعني لازم تبقى مطمن قوي. بيزنس قائم مثلا بقاله 5 سنين 10 سنين، مش حاجات باديه بقى من شهور ويقول لك انا هضرب لك فلوسك. يعني الكلام ده بيبقى غالبا بيؤدي لنفس النتيجه، وهي النصب. وفي ناس بتروح في الرجلين كتير قوي. فبس انا يعني اتمنى باذن الله ان برضو الجهات الرقابيه توصل للناس، لان اعتقد ان في ناس كتير قوي قدمت بلاغات. واتمنى ان هم، لان حجم تداول الفلوس كان كبير. يعني في ناس بقى بتتكلم في انه الرقم فوق ال10 مليون، يعني في ارقام كبيره قوي الناس بتتكلم فيها دلوقتي. فاتمنى ان الجهات الرقابيه توصل لحاجه في القصه دي وتجيب حقوق الناس، لان الارقام كبيره قوي. في النهاية ربنا يسترها علينا جميعا. وخلي بالكم من الحاجات دي، مش أي حد يعرض عليك حاجة تجري وراها، وما تطمعش. وواحدة واحدة، حتى لو عايز تستثمر بالراحة. الدنيا يعني لا تؤخذ الدنيا غلابا. بس ربنا يسترها علينا جميعا. سلام عليكم.